فبالنسبه لي الفيديوز قدمت لي فرص كتير قوي في شركات شغل فيديوز، في شركات انتاج، في غيرها. بتشتغل فعلا؟ بشتغل في كذا مكان بجانب اليوتيوب، عشان بالنسبه لي اليوتيوب ده هو اللي دخلني، فبصراحه مش قادر اسيبه. كويس. الحمد لله الحمد لله. اكيد مش زي التلفزيون يا استاذ عمرو. انا لاحظت يا جماعه ان انا ما عملتش انترو للفيديو، فازيكم يا جماعه واهلا وسهلا بكم. شكلي مسخره. اوكي يا جماعه، دي كانت فلوج ليوم انا رحت فيه عند استاذ عمرو عبد الحميد، استاذ اعلامي شغال في قناه 10. فكانت فرصه كبيره قوي ليا ان انا اروح اعمل لقاء مع حد مشهور، حد يحترم، حد سافر عاش بره كتير زي استاذ عمرو عبد الحميد. فده يوم باختصار وخلف الكواليس ومشاكل اللي حصلت هناك وعدائهم مع الكاميرا. من غير اي كلام تاني يا جماعه، اتفرجوا على الفلوج، مش هقعد ندى كانت بتقول ايه من شويه؟ كنا دخلنا بنقول استاذ محمد فتحي اللي كان المعد لاعداد القناه، فكنا على فكره يا جماعه ده جوزنا يا جماعه، ده شخص لطيف اهو في صبعي ده اهو. فكنا بنقول ايه؟ الوجه الخفيف كنا عايزين بيساعدك في التصوير؟ يعني لا في التصوير نفسه اثناءه لا، بس بيساعدني في شغل بقى الحاجات التانية، البيزنس بقى، هاندلنج بقى. ايوه محدش بيساعدني، انا محدش بيساعدني، والافكار برضه. ممكن اتجوز انا بقى. المهم مراتك تشتغل معاك. وريني مراتك اشتغل معاك ازاي. طب احنا كنا بنقول ايه؟ احنا حاليا متاخرين، اوكي؟ فاحنا بنقول ايه، عايزين ناخد الكاميرا بقى وندخل نصور جوه بين الفواصل وكده. فاستاذ محمد فتحي اللي هو المعد بتاعنا نقول له، فقال لنا لا مش دلوقتي في الفاصل. بعد كده ندى اول ما سمعت كده قالت لي ايه؟ انا فاصل وهو انا فاصل وانت فاصل. انا هاخدهم كلهم على فكره. الاودينس بتوعي متعودين على الفلوجز، انتوا الاودينس بتوعك لا. وانا على فكره احنا عملنا كام فلوج؟ بتاع 3 معلش لا 4. الفلوج الاخرانيه بتاعتي عموما كده كانت حلوه قوي بصراحه. الفلوج الاخير بتاع مول المصري ده كان ممنوع على طبعا، ما ينفعش تصور حاجه من غير اذن. ازيك يا استاذ عمرو؟ حضرتك عارفني؟ انا يوسف عاطف، طالع مع حضرتك يوتيوبر. التالتة. ازيك يا يوسف، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. كله تمام. طب بص، هو استاذ عمرو معاه اقل من دقيقه. يعني سريع، عايز يصور مع حضرتك. كنا عايزين يعني نصور حاجه على اليوتيوب، بس طالما هي اقل من دقيقه يبقى ممكن نصور في الاخر، ولا هيكون صعب بعد ما نخلص الحلقه؟ ثانيه خليها في الاخر. طيب بعد ما نخلص الحلقه. خليها في الاخر. طيب تمام. انا موجود معاك، اعمل كده زي ما انت عايز. شكرا. ماشي. تمام. ممكن اخد جوله هنا؟ ليه؟ ايه كل حاجه ما تنفعش، وانا جاي اعمل ايه؟ تست لا هسجل معاك حوار بس بطريقتين. يلا ماشي. اسم حضرتك ايه؟ انا محمود كاتب صحفي محمود العسقلاني، رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء الحمايه المستهلك. حضرتك بتعمل ايه؟ انا بعمل زي كل كده، بحاول احمي المستهلك، بس مش عارف انت اخبارك ايه بقى. طيب لو حد عنده مشكله مثلا او كده ممكن يروح فين او يتواصل مع حضرتك ازاي؟ لو نفس الكلام، حضرتك بتتعامل مع مواطنين ولا حضرتك بتتعامل مع طبعا بتعامل مع مواطنين ليكوا مركز يعني؟ جمعيه. حلو قوي. جمعيه متسجله. احنا 2010 بدات الجمعيه، لكن احنا كنا حركه شعبيه زي كفايه كده زمان. شرف ليا صدقني. الله يخليك. انت مين بقى؟ قول لي بقى. انا يوسف عاطف، عندي قناه على اليوتيوب بتكلم في التكنولوجيا. بتكلم في التكنولوجيا بس. التكنولوجيا يعني مثلا انت راح تشتري موبايل، ماشي؟ ف مثلا عندك الجالكسي اس 7 ايدج والجالكسي اس 7 مثلا، تختار ده ولا ده؟ فتيجي عندي بقى وتعرف الفروق ما بينهم وتشوف انت محتاج ايه وتختار اللي انت عايزه. يعني ده موجود على اليوتيوب؟ ده موجود على قناتي. اسمها ايه القناه؟ اسمها يوسف عاطف. قناه يوسف عاطف؟ قناه يوسف عاطف فيها تقريبا دلوقتي دي زي قناه السويس كده وبتاع ولا ايه دي؟ عمو بيقلش. طبعا انت استاذ قلش اكيد طبعا. لا ما بنقلش في قنواتنا. لو انت سيرك في الكرافته الخضراء دي. انا ما لبستش كرافته. انت بقى لما تيجي تقول لي بقى كرافتات، انا اقول لك زي ما انت بتقول في الموبايلات انا بقول في الكرافتات. عارف الكرافته دي بكام؟
كام؟ ب 40 جنيه. طيب ابدا قنوات 40 للكرافتات جنيه. وانا على الدعم بقى واوصل اليوتيوب. لا انا سعيد على فكره انا دايما اقول ان ده الاعلام البديل فعلا. انتوا النهارده ممكن تخلقوا ما بقاش القنوات الفضائيه اساسا انا مش بتفرج على قنوات اهميتها بالقدر اللي انتوا عليه الحقيقه. انتوا عاملين لذلك انا حرصت اني اتجاذب اطراف الحديث معاك عشان اسجل، لان انا عارف انت هتبقى اكثر انتشارا من القنوات اللي احنا هنبقى فيها. يعني انت ممكن تبقى اهم من عمرو اديب. يا سلام. ممكن خاصه عمرو انت عارف من غير شعر. لا عمرو وانت عندك شعر. الناس هيشوفوا واحد بشعر ولا من غير شعر؟ بشعر طبعا. تعالى كده انت فهمتوا هنعمل ايه؟ يعني احنا هنفتح لايف على صفحه حد مننا ونشغله اثناء. لا انت هتصوري فيديو على الموبايل. خلاص كده. عايزين تعملوا لايف ستريم على اليوتيوب؟ لا ما يعمل لايف ستريم على اليوتيوب محتاجه يكون في انترو، محتاجه يكون في كلام. مفيش داتا قويه، نت قوي وما نضمنش، فاحنا هنصوروا فيديو على الموبايل واحد فيكم وانا هاخده ارفعه على صفحه البرنامج، صفحه القناه. فاهم؟ مليون ونص دلوقتي؟ لا وقت الهوا على طول، بس احنا عايزين نعمله في الفاصل كتجربه وبعدين نعيده تاني في الهوا في اخر الفقره. طب انت ليه ما قلتلناش من بدري؟ ليه دي؟ لا احنا من بدري اهو. من بدري ده من بدري. ما انت محتاج قد ايه مثلا؟ لا النهارده الصبح امبارح بالليل. لو انت عايز تقوم بدور المذيع تاخد انت الموبايل والسيلفي ستيك وتعيش براحتك. واحنا قاعدين على الترابيزه مفيش حد يقوم من مكانه صح؟ عشان كاميراتكم طبعا. لا ما حدش يقوم من كده. اوكي لا انتوا مش قاعدين على الترابيزه، انتوا هتقعدوا في صالون. اوكي طيب لا ده احلى ده. يعني الترابيزه دي لا زي الترابيزه الفقره اللي جايه دي صالون برضه. مفيش حد تاني فاضي غيرنا. حصريا على تن تي في. دودي لايف ستايل بعمل الحركه دي في كل الناس. احنا المفروض احنا طالعين لايف يا جماعه في خلال 5 دقايق 10 دقايق حاجه كده. لغايه دلوقتي مفيش حد طلع من جوه يقول لنا ادخلوا. تقريبا البرنامج خلص. بكره نكمل. على فكره مش بعيد يكون برنامج خلص، مش بعيد فعلا يكون برنامج خلص. نروح يا جماعه بصوا هو البتاع لسه شغال. اوكي تخيلي بقى ندى، تخيلي مثلا بقى لو احنا دخلنا كده خبطنا يا عمو الدور ده. شوفوا الواد حلو زي القمر ازاي. دلوقتي يا جماعه المفروض احنا طالعين اللايف. ده عمر الشخصيه الجميله بتطلع معانا. المفروض ان انا بظبط شعري في المرايه دي. ندى فوده كالعاده بتنط في اي حاجه. ازيك يا ندى؟ عندهم بقى مشاكل جامده جدا مع الكاميرات. كل اي حاجه ممنوع الكاميرا. ايه بقى ايه هتفجر الاستوديو الكاميرا دي؟ يعني هتفجرها. وقت الكاميرا هيشوفوها. هم الثلاثه. يلا بينا اتفضل. يلا يوسف. حلو. ليه؟ طب ما هو الاستوديو شوف انت يا جماعه ده عمر عبد الحميد. هو هيكون في فاصل في النص ولا هي فقره نص ساعه دايركت؟ هنعرف هنقول لحضرتك. ايوه محتاج ايه؟ قول لي. بس دلوقتي في حاجه هو استاذ محمد فتحي قال لنا عليها، اللي احنا المفروض نطلع الموبايل ونصور سيلفي هنصور لايف ستريم في النص اللي احنا بنعمله عشان تنزله على صفحه البرنامج. فهل احنا انا اللي هعمل الانترفيو ده؟ استاذ عمرو مش هو اللي هيتكلم، انا اللي هتكلم وانا هسالكم اسئله. هسال الناس على اسئله. فانا اكون محتاج اقعد في حته اللي انا الكاميرا لما احركها اعرف اجيبهم في المشاهد. قول لي عايز تقعد فين انت؟ هو الاستاذ الصغير هيبقى. انا قصدي احنا مش هناخد فاصل، احنا كله ورا بعض. ماشي. نعم. انا لو قعدت كده مثلا انت هنا ساعتها ممكن كده بعد كده صح؟ ممكن كده في الاول بعد كده الف. خلاص اتفضل يا فندم. اتفضل. مساء الخير استاذ عمرو. ازي حضرتك؟ انا يوسف. مرة ثانية في رأي عام. وآخر فقرة اخترناها لكم النهاردة مختلفة ومتميزة في مضمونها وفي موضوعها أيضا. أنا برحب ب3 أجيال من نجوم اليوتيوب. طبعا ليديز فيرست طبعا. ندى فودة. ازيك يا ندى؟ ازي حضرتك؟ ويوسف عاطف. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله كويس. والنجم الكبير عمر عفيفي. ازيك يا عمر؟ يوسف احكي لي يا يوسف ايه حكايتك بقى مع اليوتيوب؟ اليوتيوب يا بدأت بفكرة عن أنا بحب التكنولوجيا جدا. كنت بعشق التكنولوجيا وبقعد أتكلم عن التكنولوجيا كتير لأهلي لغاية لما أهلي زهقوا. ففي الآخر جات لي فكرة، طيب ليه ما ترفعش فيديو على اليوتيوب وهتلاقي ناس في مخها زيك بنفس الاهتماماتها زيك
فاخدت قرار ان انا ارفع فيديوهات على اليوتيوب. بدات بفيديو كان سيء بتصوير موبايل، كان والاضاءه انا شايف ان الاضاءه مختلفه، بس الاضاءه اللي كانت في بيتنا ساعتها كانت كانت كويسه عندنا صح؟ اضاءه حلوه. شكرا. الاضاءه اللي عندي في البيت كانت اللي هي كشاف موفر وقت الكهرباء بتقطع، وكان امكانيات ضعيفه جدا، وكان ترابيزه المطبخ فيها كرسي تاني، فما كانش في اي امكانيات. برغم من كده كانت هي دي البدايه. الفيديو كان وحش، الفيديو كان جالي عليه تقييمات سيئه، بس الفيديو كان بالنسبه لي هو ده البدايه، هو امتى ده بقى ده؟ ده كان من سنه ونص تقريبا او من سنتين. سنه ونص. كان ايه اللي خلاك سيء. ترفع فيديو على اليوتيوب؟ اللي خلاني ارفع فيديو، اللي انا زي ما قلت في الاول انا حابب الموضوع، حابب ان انا اكلم كاميرا، موضوع غريب بالنسبه لي، بس في نفس الوقت انا حابب الموضوع يعني بلاقي ناس بتتفاعل معايا عن اهلي اللي هم مش فاهمين انا بتكلم في ايه. فالموضوع بدا معايا كده والحمد لله. ايه موضوع الفيديو اللي انت رفعته؟ الفيديو الاول فيديو كان ماوس اسمه ريزر ماوس، كان جالي هديه في عيد ميلادي، فجي مع اللابتوب هديه، فقلت بقى اعمل انبوكسنج، افتح علبه الماوس بقى قدام الكاميرا. الفيديو كان عينيا مقطوعه اصلا، وكان فيديو سيء يعني، بس كان هو ده البدايه. ده كان البدايه. طب واخر فيديو رفعته؟ اخر فيديو رفعته كان في حته في مصر فتحت قريب فيها سكينج، فكنت رحت المكان ده وصورت فلوج هناك، فلوج اللي هو ايه اللي حصل في اليوم ده. اوكي. وجاب ارقام كويسه يعني، جاب قرب 300,000 ريتش على الفيسبوك. 300,000. طبعا سعيد جدا انكم كنتم معايا النهارده. يعني وانتم عمالين تحكوا عن تجربتكم، قعدت افتكر بقى ايام ما كنت صغير كنت قدكم كده، ما كانش على ايامي في يوتيوب. بالتالي لو كان على ايامي في يوتيوب كنت هتعدي. كنت هعدي يعني. مش هعدي عمر طبعا. واحنا يعني سعيدين جدا بصراحه بالتجربه دي، وكان شرف كبير جدا ان احنا نقابل حضرتك ونستفيد برضه من حضرتك. انا اللي كنت سعيد جدا واستفدت، فعلا استفدت يعني. الشرف كله وهدخل على القناه بتاعتك بقى عشان تشوفي لنا نصائح تمام، يا ريت. كيف تحتفظ بشبابك، حاجه كده يعني. لا استاذ عمرو طبعا مش محتاج حد يقول له كيف تحتفظ. ما ينفعش نقول حاجه كده. ده كان فعلا من اكتر اللقاءات حسيت ان عارف اتكلم فيها، فيعني شكرا لحضرتك جدا. حضرتك اللي طلعت الكلام بطريقه كويسه، ففعلا ميرسي جدا، كان شرف كبير. لا نورتنا. حضرتك قعدت يعني. بصراحه يا جماعه مش عارف اللقاء ده حلو ولا مش حلو. قولوا لي رايكم. هتلاقوا لينك اللقاء الحته اللي انا كنت فيها في الديسكربشن الفيديو، ادخلوا كده وبعد كده ارجعوا تاني هنا وقولوا لي ايه حلو ولا كنت بقطع في الكلام ولا ايه بالظبط يعني. اهلي سجلوه، فانا متحمس جدا ان ارجع اشوف نفسي بقى وكده. يعني عامه تجربه تلفزيون حلوه، وكمان استاذ عمرو عبد الحميد فعلا شخصيه تحترم، شخصيه قابلت ثقافات مختلفه، مراته روسيه، يعني هو شخصيه على بعضها كلها قابل ناس مختلفه من جنسيات مختلفه، ففي الاخر لما تتكلم هتحس شخص مثقف، شخص كان فعلا اكسبيرينس حلوه جدا يعني. لو جات لحد فيكم في يوم من الايام يعني اوعى ارفضها يعني. بس يا جماعه شكرا عشان جيتوا الفيديو، واشوفكم في الفيديو اللي جاي يوم الخميس بكره في نشرة لو انتي.